من اسهل الوصفات تاع لي كيش اللي راح تشوفيهم. الوصفه هذه بدون ميزان. على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. الوصفه تاعنا اليوم كيش بالدجاج والبيشاميل، وصفه بزاف خفيفه ما فيهاش كامل الميزان، يعني ديروا غير بالملعقه بالكاس هكذايا حتى تكملوا الوصفه وتخرج لكم اهم حاجه النتيجه روعه. هنا نسيت، سمحوا لي ما قسمت لكمش الحبيبه. تشوفوها معايا كيفاش تجي القوام تاع البيشاميل تاعي. انا على بالي بلي تحبوا كي نقسم لكم الحاجه، الله غالب. الوصفة قلت لكم هايلة بزاف وخفيفة وتوجد تمتم، يعني ما كلا يعني تخليها تريح. ولا نبداو الوصفة بدون إطالة. هنا نجيب الريسيبيون تاعي، ولا وين راح واش راح ندير. نجيب معايا 2 ملاعق كبار تاع لا مارغرين، تكون بيان سور درجة حرارة الغرفة باش تساعدك في الخدمة. تقدري تخدميها هنا بالباتور كوم سي انا قلت لكم. حبيت ندير لكم اسهل وصفة، خدموا كلش بيديكم. هنا درت 2 ملاعق ونص عفوا تاع لا مارغرين. قلت لكم تكون غامولي فوالا، وديروها انا خدمتها بيدي. قلت لكم تحبوا ديروها باتر ديروا واش حبيتوا المهم. وندير معاها 2 ملاعق حتى 3 تاع الزيت هكذايا، ما ديروش بزاف. انا هنا درت غير ملعقتين، تقدروا 2 حتى 3 كيما حبيتوا. هنايا شوفوا تاني تندير معاها بيان سور الملح، ما ننساوش الملح هنايا. وبيان سور نديرو فيها الحبيبه تاع البيض. هاد الاقتصاديه بزاف هاد الكيش، يعني ما فيهاش بزاف مقادير وتمتم توجديها، يعني ما فيهاش. اهم حاجه الميزان اللي ديريه غير هكذاك. شوفوا انا كيفاش راني ندير، راني نخلط غير بالخلاط اليدوي. شوفوا هاد النوع تاع لاباط تاع الكيش هادية تقدروا تستعملوها تاني في الحلو في لي طارتيتو. تقدروا ديروا هنايا تزيدوا في هاد المرحله تزيدوا 2 ملاعق ولا 3 تاع السكر فوالا، وتبداو تطموا فيها غير بالفرينه. يعني حاجه بزاف سهله. 2 مغارف ونص تاع لا مارغرين، 2 مغارف تاع الزيت، و قرصه تاع الملح. هنا شوفوا تحبوا ديروا قرصه تاع لا ليفور حوالي 3 ولا 4 غرام تاع لا ليفور. تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، مي تعطي النتيجه يعني مليحه بزاف هايله كي ديروا هذيك لا ليفور فيها لداخل. حنا نبدا ندخل انا غير فرينه غير بالعقل حتى تعطينا هذاك القوام كيما الصابلي. وشنو هنايا اللي ما تعرفش، يعني اللي مبتدئه ولا ما تعجنيهاش كيما يقولوا ما كيش ديري في العجين ولا سي جوست غير بصبعتك فقط تطميها هذا ما كان وتبداي تدخلي في الفرينه. انا ما حبيتش نقطع لكم لا فيديو، خليتكم تشوفوها حتى للاخر. تديكم حوالي 300 400 غرام تاع الفرينه هكذايا ابوبخي يعني. هي كيفاش تعرفي باللي سي بون ما تسحقش فرينه؟ كي تبدا العجينه طير من يديك ولا طير تاني من الغيسيبيون، تعرفي باللي صاي خلاص العجينه تاعك صاي راهي شبعت فرينه تاعها فوالا. فريمون من اسهل الوصفات تاع لي كيش اللي راح ديريهم. هنا راح نوجد الدجاج هذاك تاعي، درتو دجاج ماريني يعني مارينيتو هكذا غير بشويه بصل شويه لي زيبيس هكذايا. درت حبيبه تاع البصل رابيتها ولا قطعوها كيما حبيتو. درت لها شويه زيت حوالي 3 ملاعق تاع الزيت، ندبلو مليح هذاك البصل تاعنا باش نديرو هذاك الدجاج اللي كنت سي بون غسلتو نقيتو قطعتو بيان سور. نقوه بالطبع نحولو كامل هذوك اللي يجو كاش يقولوا لهم هذوك ما نحبش نقول الاسم تاعهم. المهم نحولوا كامل هذاك الوسم تاعو الو، ومن بعد ديروه هنايا ما تزيدوا والو، خلوه حتى يتقلى مليح مليح باش نديروا له باقي يعني التوابل وباقي المكونات. قلت لكم من اسهل الوصفات. هنايا حبيت برك فقط نقول لكم تقدروا تستغناو على هذه الخطوه كامله. تقدروا ديروا غير البصل وحده، اللي يحب البصل اللي عنده ولادو كبار ولا اللي يحب غير اللي هو يقدر يدير غير البصل. يعني كاين دي كيش كاينه دي توخت عالميين يعني كيش بالبصل. اللي حبيتو ندير لكم ان شاء الله في الوصفه قولوا لي غير في التعليقات، ندير لكم كيش بالبصل. يجي البصل يقطعوه طويل ويديروه في الخبيزه تاعهم تاع الكيش. هنا درت انايا شويه ملح، درت شويه حلول نفسها اللي تقدروا ديروهم تعوضوهم بالتوابل تاع الدجاج ولا توابل الشاورما ولا هذوك المجموعه تاع التوابل. انا كومسي ما نحبش نخلط بزاف لي زيبيس، عندي هذيك تاع يعني
التوابل تاع الحرور النفسه يسموهم. نحاول انا نخدم بهم كلش باسكو البنه تاعهم تعجبني. فيهم فلفل الكحل، فيهم القرفه، فيهم كلش يعني. سي بوغ سا نحبهم، وتاني تذوق تجي ما شاء الله. على قلت لكم ديروا بهم هذوك الحرور اللي عندكم، ولا ما عندكمش كامل ديروا غير فلفل الكحل. هذا ما كان. وهنا درت البيشاميل تاعي، درتها سهله. درتها غير بزوج كيسان تاع الحليب، ودرت 2 مغارف تاع الفرينه، درت لها 2 ملعقه كبيره تاع لا مارغرين، ودرت لها 2 ملاعق تاع الفرينه نورمالمون قلتهم. ودرت معاها شويه ملح، اللي عنده جوز الطيب يدير جوز الطيب. هذا ما كنحمصوهم من مليح، وديروا لهذيك كي تحمصوا الفرينه تاعكم مع لا مارغرين والزيت، وزيدوا لها الملح باش تبداو تضيفوا الجبن ولا وديروا لها حبيبه تاع البيض، وديروا لها الجبن. تقدروا تستغناو على الحبه تاع البيض وديروا الجبن ديروا كيما حبيتوا يعني. قد ما تقلشوها قد ما تجي مليحه هذيك لا بيشاميل تاعكم. هذا ما كان واش فيها لا بيشاميل، وعلى بالي بلي كامل تعرفوا ديروها ما شاء الله. الوغ شوفوا هنا واش درت جبت هذوك لي فون دو تارت تاعي، وجبت ديراكتومون هذيك العجينه نفصلها ديراكتومون في لي فون دو تارت. تحبوا تحلوها وتقطعوها باللي امبورط بياس وديروها هكذا كيما حبيتوا. تحبوا تحطوا لي امبورط بياس وتحلوها وتحطوا العجينه فوق لي امبورط بياس، ومن بعد تقلبوها نورمالمون. فهمتوني الطريقه ثاني سهله. كاين بزاف طرق باش تخدموا لي فون دو تارت تاعكم وكامل يعني كل واحد واش يساعدو. انا نحب بزاف هاد الطريقه تجيني بلو براتيك. فوالا هذا ما كنحلوهم كامل. ليسونسيال نتوما ما ديروهمش خشان وما ديروهمش رقاق حتى يتكسروا لكم، ديروهم نورمال حوالي نصف سنتيمتر ولا شويه زياده فوق نصف سنتيمتر، ونتقبوهم بالفرشيطه. ما نروحو نجيبو هذاك الدجاج تاعي. شوفوا انا ما درتلو ني بيشاميل، ماشي بيشاميل عفوا، كريمه سائله. ما درتلو والو باسكو فيها لا بيشاميل. من الفوق راح نديرها لكم يعني هي اللي حتخدم خدمتها. وانا شوفوا انا تاني درتها لكم اقتصاديه. علاش تاني اقتصاديه؟ هذاك ما درتش الجبن فرomاج روج ولا فرomاج الاخر. نتوما تقدروا ديروه تاني من الفوق. قلت لكم هذاك الدجاج تقدروا تستغناو عليه. تقدروا ديروا الطوم لتحت، تقدروا ديروا فيونداج، تقدروا ديروا بواقي تاع الدجاج اللي قاعد لكم باغ اكزومبل تاع الجواز ولا يقعد لكم. فدوه وديروه لداخل في لي فون دو تارت، وحطوا هذيك لا بيشاميل من الفوق. والله صدقوني غير فريمون يساعدكم وزياده في الطابله كي تحطوه. انا طيبته على درت الفوق تاعي 200 درجه، غير دخلتهم درتهم 180 درجه، غير تحمروا لي الجوانب حمرتهم من الفوق. وهاي لكم النتيجه النهائيه. صدقوني روعه وبزاف بنان. انا درتهم شحال من خطره. انا عندي بزاف وصفات تاع لي كيش بصح لا بلوبار دو طون يعني ندير هذه كي نكون عجزانه نجبد الميزان وندير هكا لي زانغريديون ايتو. هذه شغل حفظتها في راسي توجور نديرها بزاف سهله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك واللايك، وبيان سور تفعلوا زر الجرس. وتدعموا فوالا القناه باش تكبر القناه بكم، ونجيب لكم وصفات بزاف سهلين، وصفات بلا ميزان. نتلاقى في فيديو اخر. يلا مع السلامه.